اهلا بيكم. اسعار المتر في كل المشروعات اللي نازل لنا مشروعات ديارنا، نازل لنا يا جماعه مشروعات اسمه اسكان متنوع، نازل لنا مشروعات لجنة المنصوره، ونازل لنا اسكان متوسط مدعم. كل دول اسكان متوسط حر، لكن احنا نازل لنا برضو حاجه اسمها اسكان متوسط مدعم، هنتكلم فيه الاسعار ومقدمات الحجز. تاني حاجه عندنا بعد كده الاسكان الاجتماعي، الاسكان الاجتماعي واللي هو محدود الدخل، واللي احنا هنتكلم عنه برضو في الاخر. بس خلينا نعرف ايه هي الاسعار الخاصه بكل المشروعات المطروحه من واقع كراسه الشروط. من واقع كراسه الشروط. خلينا كده اقول لك ان اسعار المتر. اول حاجه هنتكلم على مشروع ديارنا. اول حاجه هنتكلم على مشروع ديارنا. عندي سعر المتر في حدائق اكتوبر 18900، عندي المتر في القاهرة الجديدة 20000، عندي في العبور الجديدة 18700، عندي في بدر 18300، عندي في حدائق العاصمة 18300، عندي في العاشر من رمضان 18100، عندي في السادات 17500، عندي في برج العرب الجديدة 17700. انا اتمنى لو انت مهتم اكتب المدينة اللي انت مهتم بيها، هتوفر على نفسك تقعد تقرا 50 صفحة كراسة شروط. 50 صفحة. انا طابع 50 صفحة. ده كراسة ديارنا فقط، ده غير الاسكان المتنوع 39 ورقة. خليني اقول لك بني سويف الجديدة 16800، عندي المنيا الجديدة 16900، عندي اسيوط الجديده 16500، عندي ناصر الجديده اللي هي اسيوط يعني 16، عندي سوهاج الجديده اللي هي 16500، عندي غرب قنا 15800، عندي طيبه الجديده اللي هي 16000 جنيه. عندي بعد كده في الاسكان المتنوع. عندي 7480 شقه في الاسماعيليه، عدد ما تكررش قبل كده في الاسماعيليه وفي اماكن كتير. سعر المتر 12000. كل الناس بقى الاسماعيليه الجميله كده اللي حابب يسكن هناك 12000. السلام، مدينه السلام بتاعتنا، عندي 3112 شقه، سعر المتر 20000. عندي المطريه في شقق شكلها حكايه، الناس اللي هناك هم اللي قالوا لي على فكره، يعني انا عديت عليها كده بالعربيه على السريع، بس بيقولوا حكايه. هم 2924 شقه، سعر المتر 25000 جنيه. الاسكندريه عندي 2422 شقه. فين؟ في الاسكندريه. سعر المتر 15000. الناس اللي كانوا بيسالوا على اسكندريه وبيقولوا ايه ده احنا دايما كده يعني ملناش حظ ودايما كده ما بينزلناش شقق، نازل لك شقق سعر المتر 15000 جنيه. خلينا نعرف ده اسمه الاسكان المتوسط. الاسكان المتنوع، انا اسف، الاسكان المتنوع. ده مقدم الحجز بتاعه 150000 جنيه. مقدم الحجز بتاع ديارنا يا جماعه 200000 جنيه، و1000 جنيه طبعا مصروفات اداريه لا ترد، بس ده مقدم 200000 جنيه. ده مقدم 150000 جنيه. ان شاء الله تقدر تقدم وتحجز. وتحجز. طب اللي بعد كده عندي الاسكان اللي هو جنة، وده برضو 150000 جنيه لو انت عايز تحجز. تاني حاجة عندي شقق الاسكان المتوسط المدعم، ده بمقدم حجز 100000 جنيه. وده اللي اتكلمنا عن المدن الموجود فيها وشرحناها في فيديو سابق، وبرضو اقوله لكم بشكل سريع كده اللي هي اللي موجوده فين يا جماعه. اللي موجوده في المتوسط قلنا حدائق العاصمه، بدر، 6 اكتوبر، حدائق اكتوبر، العاشر من رمضان، 15 مايو، رشيد، العلمين الجديده، بني سويف الجديده، المنيا الجديده، ناصر غرب اسيوط الجديده، اسوان الجديده. والمحافظات في جمصه، دهليه جمصه، وفي دمياط في حته اسمها شطا وتل ورده، وفي البحر الاحمر في الغردقه، وفي المنيا ومطروح. كل دول خلي بالكم، كل دول ان شاء الله المحافظات دي نازل فيها شقق اسكان متوسط مدعم بفايده 12% على 20 سنه. يا نهار ابيض، ده اللي هيفوز بشقه من هذه الشقق هتكون امه كانت موجوده او مش موجوده، هتكون ده عيال. ده بالنسبه حتى الى الاماكن بتاع الشقق. كل التفاصيل الاخرى لو انت حابب
تقدم في اي نوع من هذه الانواع، زي ما قلنا قبل كده احنا عاملين اوبشن ان احنا لما بتيجي تتواصل معانا انت بتطلب على طول كده ان انت عايز تحجز معانا، وبالتالي الحجز ده بنقدر نوفر لك ان انت بتدفع رسوم حجز واحد، وبنقدر بقى نساعدك في الاختيار على حسب امكانياتك بين ديارنا وبين المتنوع وبين الاسكان المتوسط اللي هو المدعوم، وانت كمان لو الاجتماعي في غايه الاهميه. لو عايز تحجز بجد نساعدك في ده، وانت بتدفع رسوم تقديم على اعلان واحد، وبنقدم لك الدعم الفني للثلاث اعلانات بالتواصل مباشره معايا شخصيا عشان خاطر تفهم كل التفاصيل وننقل لك كل التفاصيل، وفي النهايه هنقدم لك على واحد. طب انت بقى في النهايه خدت القرار ومش عايز تقدم خالص، ممكن ساعتها نخصم بقى منك اتعاب المكتب وترجع لك باقي الفلوس بتاعتك. بس في الغالب بامانه اوعى تضيع الفرصه دي منك، لان انت يعني لو انت قعدت تدور على حاجات متشابهه خارج اطار شقق الدوله مش هتلاقي بهذه الاسعار للاسف، مش هتلاقي حاجه مضمونه. يا جماعه كل شويه نسمع ان الشركه الفلانيه ما سلمتش، الشركه العلانيه ما سلمتش، وشركات اسماء كبيره ما سلمتش. امال احنا هنعمل ايه؟ عشان كده الناس كلها جاريه على الدوله، هتتاخر بس هتسلم، هتتاخر شويه. وليه التاخير ممكن يبقى في صالحنا؟ زي ما انا شرحت قبل كده، انت متعاقد على الشقه بسعر ايه؟ دلوقتي قال لك ممكن تزيد 20%، بس خلي بالكم ان انت الشقه دي بعد 3 سنين ممكن تبقى باضعاف، وانت لسه يا دوبك دافع المقدم وشويه اقساط ربع سنويه، يعني بعد ال3 سنين هتكون دافع لك نص ثمنها، وهي هيكون ثمنها بقى اضعاف. يعني انت زي بالبلدي كده انت بتحوش بالفوائد مع مع الحكومه، مع الحكومه. اتمنى فعلا كل الناس اللي هي مهتميه جدا بالشقه دي تتابع معانا، ولو انت حابب نحجز لك ما تترددش تواصل معانا، وصدقوني احنا بنحاول نقدم الخدمه دي يعني بكل امانه وبكل ثقه عشان خاطر نفيد اكبر عدد من الناس، واللي اتعامل معانا قبل كده هو اكتر واحد يشهد لينا. اتمنى يا رب ان دايما نشوفكم بكل خير، ونتمنى كل اللي محتاج فعلا شقه للسكن بلاش الاستثمار ده في المدعم، خليك عايز تستثمر يبقى في اللي مش مدعم. ولكن احنا نتمنى طبعا كل الناس اللي هي عايزه شقه ان شاء الله ربنا يديها الشقه اللي هي عايزاها، ودايما نشوفكم بكل خير. شكرا ليكم والى اللقاء كل متابعينا الكرام.